اللقاء ديال الأمانة العامة كان لقاء يعني هادي واضح صريح. أظنه كان الإخوان فيه جميعا صادقين، بل إذا جاز أن أقول أنهم الحمد لله في العموم رغم بعض اللحظات الصعبة كان هنالك جو من الانشراح. هذا اللقاء يعني تطرق البلاغ ديال الديوان الملكي والمعاني ديالو والقرارات اللي فيه، وكان الحوار كله مشى في اتجاه تعامل إيجابي مع هذا البلاغ والتثمين ديال الأمور الإيجابية اللي جات فيه. بطبيعة الحال هذا الشيء سبق، هذا البلاغ هذا كيوضع حد للرئاسة ديال الحكومة ديال الأمين العام اللي هو الأخ ديالكم عبد الله بن كيران. طبعا هذه القضية هذه كان لها ما كان لها من تأثير على بعض الإخوة والأخوات، ولكن كان الحمد لله هنالك اعتزاز وافتخار بالمسار اللي قطعوا الحزب تحت القيادة ديال الأخ ديالكم، والمسار اللي قطعته المشاورات. وكنظن أن هذا الشيء فيه انسجام مع التعبير ديال البلاغ ديال الديوان الملكي. ففي النهاية وصلنا لما يشبه الإجماع، ماشي ما يشبه الإجماع على التفاعل الإيجابي مع البلاغ ديال الديوان الملكي، ولكن كذلك احتفاظا واحتراما للمؤسسات الحزب وبطبيعة الحال المجلس الوطني. فقد تقرر أن نجمع المجلس الوطني يوم السبت إن شاء الله الرحمن الرحيم على الساعة 10 باش نتداولوا في الموضوع بحال اللي تداولنا اليوم، وباش نمشيو إن شاء الله الرحمن الرحيم في الاتجاه اللي مشينا فيه اليوم بطريقة ديمقراطية تحترم الإرادة ديال الأفراد ديال الحزب الممثلين لإخوانهم اللي هما الأعضاء ديال المجلس الوطني.